النهايه اتقال ان هو مفيش تصوير اعاده لتصوير النهايه، مفيش اعاده لتصوير النهايه خالص خالص خالص. النهايه موجوده والنهايه ان شاء الله النجم الكبير محمد رمضان قال نهايه ستسعد جماهير الشعب المصري وجماهير الشعب العربي وهتليق بتطلعاتهم واحلامهم. كل التوقعات اللي على السوشيال ميديا في حاجه منها صح بصراحه؟ مفيش حاجه منها صح خالص، كلها غلط، كلها غلط. بس الواحد بيوعد ان هتبقى نهايه سعيده. احنا عاوزين على قد ما الناس ارتبطت قوي بالمسلسل عايزين نفرحها. هتبقى سعيده بس انت واضح انك هتزعل فيها. لا اتفرج بقى، اتفرج يعني اتفرج. هو يستحق كريم فتح الله عموما، او كريم وشوقي يستحقوا، ودلال طبعا، دلال بقى ده دلال طلعت الفامباير مصاص الدماء الرئيسي اللي في الموضوع. انت ازاي اصلا تسمع على اخوك يتجوز واحده زي دلال؟ هو بص، هو كريم وشوقي يعملوا اي حاجه تضايق جعفر. طبعا اي حاجه تضايق جعفر، حتى لو حاجه لا اخلاقيه. ما كلها لا اخلاقيه. تتقدم لسوريا في شهور العده لا اخلاقيه، توز وداد انها تخلعه وتعيش معاه 7 شهور وهي خلعاه لا اخلاقيه. كل دي حاجات لا اخلاقيه. شغل شوقي كله على بلاد شام. هو اصلا في النهايه احنا ما عملناش كده، ده هو عمال يلعب بكل الخيوط وخلاص عشان ينتقم من جعفر. الناس بتنتقد شويه فكره المسلسل، تقول لك انه بيرسخ للبلطجه واخد الحق بالقوه كعاده هجوم محمد رمضان. حاجه اسمها كده، النجم محمد رمضان نجم كبير، الاستاذ محمد سامي مخرج كبير فاهم كويس جدا كل اللي حصل بيحصل في الحاره المصريه. احنا كل يوم في الحاره في خناقه. هل في النهايه الخناقات احنا معديين 100 مليون نسمه، يعني بالتالي عندنا خناقات وعندنا مشاكل. وفي اي مجتمع خلقه ربنا زي ما الحاره المصريه فيها الخناقه، الحاره المصريه فيها الاصل وفيها الجدعنه وفيها الرجوله. فلا هي كل دي موجوده، انماط موجوده في الحاره المصريه وفي الشعب المصري موجوده، ولكن الحمد لله السائد في الشعب المصري هو الجمال والاخلاق والطيبه والحاجه الجميله جدا جدا. ابن جعفر العمده هيعلم عليك وياخد حقه. لا اتفرج بس اكيد هيحصل حاجه كده. اتفرج هتنبسط. حصل تفاعل كبير قوي، قانون الخلع بيتغير، فكره DNA على ابلكيشن ما بين الاسر، الحاجات دي مهمه جدا. طبعا هي دي الحاجات الجميله اللي ممكن الدراما تسلط الضوء عليها. موضوع الخلع موجود اعتقد في المحاكم، حاجات كتير ناس اتخلعت من غير ما تكون عارفه، فقد يكون ده تنبيه لبعض الناس انها تاخد بالها وعشان ما تنخدعش. موضوع DNA ده موضوع عجب الناس كلها، قد ايه الشباب اتأثروا جدا بغياب سيف، والنجم الكبير محمد رمضان أثر وراك المشاعر على غياب الابن، مشاعر يعني تقطع القلب يعني. فخلت الناس تعمل يعني زي بلاتفورم او حاجه او تقدر ترجع لها وتقدر تعمل DNA للناس دي كلها. فحاجه يعني ولا اروع. وده دور الدراما، اذا كنت فاهم ان الدراما بس للتسليه، لا الدراما برضو ليها دور في حاجات جميله في المجتمع. مرضاك في العياده بيتعاملوا معاك ازاي؟ مبسوطين وسعداء لان هم بيشوفوا. لا الناس يعني في ناس ما بتقدرش تفصل، بس حتى لو كده بييجوا يتكلموا على الافيهات، لان كريم ليه افيهات زي خلاويص لما كان بتاع زي نغه وهو بيكلم احمد، يعني بيتكلموا على الحاجات دي بشكل كبير. كنت طيب مع احمد العوضي ووقفت جنبه. الحمد لله يعني برضه نجم كبير والحمد لله حاجه حلوه قوي. حبيت تجربه احمد العوضي رغم انك كنت ضيف شرف نقدر نقول؟ اكيد طالما نازل امثل هتلاقيني حابب اللي انا بعمله. هيهمك بعد كده المساحه بعد جعفر العمده؟ لا بص انا مش مرتب لها حقيقي والله، يعني مش مرتب لها، بس اتمنى من الله ان انا اقدر يعني يكون اي دور يستفز مشاعرك ويخليك تطلع حاجه من عندك. دي الحاجه الاهم. انا بحب التمثيل كتمثيل، يعني بحب انزل امثل، بحب انزل اشتغل. فيا رب تبقى حاجات ترضي نفسيتي وتشبع الموهبه دي او الحاجه اللي جوايا اللي انا عايز اعملها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب نكون اسعدناكم وكنا جزء من سعادتكم في رمضان، ويا رب عيد سعيد على مصر كلها وعلى الامه الاسلاميه والعربيه كلها ان شاء الله. ونفرح بكارم وشاوي وكل العيله. هتفرحوا. متشكر جدا وكل سنه وانتم طيبين.